ازيكم؟ تركه كده على السريع. جيت كنت بعمل رز في مره، وزي ما انتم شايفين اتحرق من الجناب كده. الحله اتحرقت من الجناب ومن تحت، من الحله من تحت، ورز ما كانش استوى، والدنيا كانت هتبوظ خالص. طيب انا دقت الرز وشميته لقيته كويس، مفيهوش ريحه شياط وطعمه كويس. اعمل ايه بقى؟ الحل ايه؟ اولا اوعوا تحطوا ميه على الرز دلوقتي تقولوا مثلا عشان يكمل السوا، او يعني ايا كان. اوعوا تغلطوا تتسرعوا وتحطوا ميه، ماشي؟ متعملوش كده. اول حاجه انقلوا الرز ده في حاجه تانية، تمام، وحطوا له الميه بتاعته يكمل سواه عادي جدا، مش هيجرى اي حاجه. او اي حاجه تانية اتحرقت، مش شرط الرز، يعني اي حاجه تانية بننقلها طالما هي كويسه، بنقلها لحاجه تانية. والحله دي باخدها بقى ابوشها وهتطلع، ما تقلقوش عادي هتعدي يعني. بس اهم حاجه اوعوا تحطوا ميه او ميه سخنه عليه دلوقتي، علشان ما هتبقى ريحته شياط والرز ده هيترمي وهيبوظ. ننقله كده واحده واحده، تمام. ناخد السليم، لو لقيتوا حاجه مش كويسه من تحت سيبوها، ما تاخدوهاش زي ما انا كنت سايبه كده كتير تحت خالص. سيبوها، خدوا بس اللي في الجناب اللي ريحته كويسه وطعمه كويس، والدنيا تبقى معاكم كويسه. وزودوا ميه، عايزين تزودوا سمنه او زبده تاني او زيت حتى، زودوا يعني. متقلقوش لو ده حصل معاكم يعني في مره، عادي جدا. ليه بقولكوا بلاش تحطوا ميه؟ عشان انا جيت في مره زمان حطيت ميه، اسرع حاجه جت في دماغي يعني، فالدنيا باظت. بس رب التركه تكون تفيدكم يعني.